My addiction is wrestling. I am the best on this microphone, in that ring, even in commentary. Nobody can touch me. My obsession is competition, discipline. My name is CM Punk. شيكاغو 1978 بيتولد طفل اسمه فيل بروكس. فيل اتولد لأب وأم ما بينهم مشاكل دايما، وعمرهم ما كانوا على اتفاق، لأن أبوه كان دايما سكران، وده أثر على فيل اللي عمره ما حس بحب من أهله، لدرجة إنه في أوقات كتير كان بيحسوا إنه مش ابنهم وإنهم متبينينه. لكن فيل على كل ده كان عنده حاجة واحدة بس كانت قادرة تهون عليه حياته. الحاجة دي هي المصارعة الحرة اللي فيل كان بيلاقي نفسه فيها. بالنسبة لفيل المصارعة مش رياضة ولا رفاهية، المصارعة هي الاتحاد بدأ ينجح، وفيل بدأ ينجح معاه لأن كان هو أكبر موهبة موجودة. وفي عز النجاح ده أخو فيل بيسرق تحويشة فيل ويهرب. اللي حصل لفيل مش بس ضايقه، ده سبب له تروما من الناس كلها وخاصة أهله. تروما خلته يسيب بيت أهله ويروح يعيش مع صاحبته شيز. فيل عاش في بيت شيز ومع أهلها اللي احتضنوا فيل وعملوه كأنه ابنهم. فيل حبهم وحب العيشة معاهم. فيل ما كانش بيحب العيشة مع أهل شيز بس لأنه عايش في بيتهم، لأ، فيل كان بيحبهم لأنهم كانوا عيلته. الإحساس اللي فيل عمره ما حس بيه في حياته، إنه يكون عنده عيلة بجد. فيل دخل المدرسة وبعدها الجامعة وتخرج منها، لكن فيل ما كانش زي أي حد. فيل كان ليه دماغه لوحده غير كل الناس، والقاعدة بتقول كل ما كنت مختلف عنهم كل ما تنمرهم عليك زاد. فيل كان مختلف عنهم، ما كانش بيحب يجدد في لبسه، كان بيحب يفضل بنفس الهدوم دايما وينزل بيها، وده أدى لتنمر صحابه عليه وعلى لبسه. لكن ده ما أثرش على فيل، لكن اللي أثر على فيل بجد هو لما شاف صحابه في مرة بيسكروا، الحاجة اللي فكرت فيل بأبوه، وده يخلي فيل ياخد قرار إن مفيش حاجة من دي هتدخل جسمه. فيل بروكس هيبقى straight edge. I get it. Okay, I'm straight edge. It's something I identified with, so I grabbed it and I ran with it. فيل ما سابش حلمه إنه يكون مصارع وقرر إنه هيحارب عليه. فيل على عكس أطفال جيله ما كانش نفسه يبقى زي هوجن أو ألتيميت وورير. فيل اختار رودي بايبر عشان يبقى قدوته. رودي بايبر شبه فيل في كل حاجة. رودي محدش بيحبه وفيل محدش بيحبه. رودي الناس كلها بتتريق على لبسه، وفيل مش بس بتعليم مصارعة. فيل طلع كمان بصاحب عمره وأكتر صاحب ليه، كولت كابانا. كولت كان زي فيل، نفس التفكير، نفس الدماغ والاختلاف عن الناس. لكن الأهم من كل ده إن الاتنين نفس الشغف بالمصارعة، لدرجة إن الاتنين كانوا بياخدوا ساعات مفاتيح مدرسة المصارعة عشان يروحوا يتدربوا فيها يوم الأجازة. فيل كل يوم اسمه كان بيزيد في عالم المصارعة الحرة. فيل كان أكبر موهبة شابة موجودة ساعتها. فيل راح اتحاد ال LWA، لكن على المايك فيل كان ساحر. فيل كان بيقدر ينهي أي حد على المايك، ومع الشهرة دي فيل كان مستحيل يقعد أكتر من كده في LWA. عشان كده فيل بيسيبهم وهو عارف ومتأكد من خطوته الجاية. الرينج اوف اونر هو المكان اللي خطف فيل، اللي غير اسمه لسي ام بانك. والرينج اوف اونر ما خطفتش بانك لوحده، لان الرينج اوف اونر اتعاقدت مع بانك وكولت كابانا. بانك راح الرينج اوف اونر وبدأ مسيرته هناك. بانك لقى في الرينج اوف اونر المصارعة الحقيقية بجد، قدم عظمات هناك مع ناس زي ساموا جو اللي بانك قدم معاه تحف فنية لسه من أفضل الماتشات اللي اتقدمت في الاتحاد لحد دلوقتي. وتعب وخيانة ومخاطرة بكل حاجة عشان يحقق حلمه، لأن دلوقتي بانك ما بقاش بس مصارع، بانك بقى بطل عالم. ومع إن بانك بطل عالم، لكنه عمره ما كان بيتعامل كواجهة للشركة أو للرو حتى. بانك ما كانش بيتصدر عروض شهرية، بانك ما كانش بيبقى الطرف الأقوى في أي عداوة. وواحدة واحدة الزخم اللي عمله بانك على مدار السنين بدأ يقل، ومع ده بانك اتنازل عن اللقب بسبب الإصابة في السيناريو طبعا اللي حصلت له من هجوم أورتن والليجاسي عليه. وواحدة واحدة الاسم والتاريخ اللي عمله بانك طول حياته بدأ يتلاشى،
لكن بانك ما استسلمش، رجع من تاني وتحالف مع كوفي كينغستون بعد الإصابة وكسب معاه بطولة الفرق، والزخم بدأ يطلع تاني. بانك وكوفي كان بينهم كيمياء رهيبة لأنهم كانوا صحاب حتى في الكواليس، لكنهم ما طولوش باللقب عشان بعد خسارة لقب الفرق بانك يحط عينه على بطولة القارات، وفعلا يكسب ماتش مصنف أول عليها عشان يلاعب البطل ويليام ريجل، عشان في عرض من عروض الرو سي ام بانك بيكسب ريجل وبيبقى بطل قارات. وفضل بانك مكمل بالبطولة ومكمل لحد ما وصلنا للريسل مانيا 25. بانك دخل نزال الحقيبة المرة تانية، والأول مرة فعلا بانك ما كدبش خبر، عشان في عرض اكستريم رولز 2009 بانك بيصرف الشنطة على جيف هاردي، وبعد جي تي اس بانك بيفوز عشان يرجع بطولته من تاني. وبعد فوزه بالبطولة بانك اللي طول عمره كان فيس ومع الجماهير بدأ واحدة واحدة يتغير ويتحول. بانك ما بقاش همه الجماهير ودخل في عداوة تاريخية مع جيف هاردي. بانك كان هيل لكنه ما كانش كذاب، لأن كل كلمة قالها ساعتها كانت حقيقية فعلا. الاتنين كانوا تضاد لبعض، واحد طول عمره ضد الشرب وضد المخدرات، والتاني حياته كلها مبنية على المخدرات. الاتنين لعبوا 3 نزالات، منهم نزال تاريخي أسطوري في السمر سلام من نوع TLC انتهى بفوز بانك واسترجاعه لبطولة العالم. لكن السؤال دلوقتي، ما هو القادم؟ رجع له أندرتيكر ودخلوا مع بعض في عداوة خرج منها خسران بعد RKO. بانك عمره ما كان بيحلم بحاجة قد مين ايفنت الريسل مانيا، لكنه في المانيا 27 شاف ذا روك بيسرق لقطة الحدث الرئيسي وحجز لنفسه مكان كمان في مين ايفنت المانيا 28. بانك كان عمال يكتم لكن الكتمان ده مش هيفضل كتير. بانك كان في ضغط نفسي كبير وكان محتاج يخرج الكبت اللي جواه. عقد بانك مع WWE كان هيخلص يوم عرض الماني ان ذا بانك اللي مقام في بلد بانك شيكاغو، واللي بانك قدر يكسب في نزال خلاه مصنف الأول على اللقب الاتحاد في العرض ده. عشان في يوم 27 يونيو سي ام بانك في الكواليس حد بيديله ورقة سكريبت لبرومو يقولوا بعد نزال سينا وارتروس، لكن بانك قرر انه يقطع الورقة and the rest was history. I have a lot of things I want to get off my chest. I'm the best. I'm the best in the world. You're better at than I am. And that's kissing Vince McMahon's ass. It's gonna get taken over by his idiotic daughter and his doofus son-in-law and the rest of his stupid family. بانك فرغ طاقته في البرومو ده. بانك عمل أعظم برومو في التاريخ، الباير بامب. ما كانش مجرد برومو، ده كان ثورة، كان انقلاب على كل حاجة، القوانين، السلطة، التحكم، كل حاجة حرفيا. بانك أحيا شغف الناس كلها للمصارعة من تاني بالبرومو ده. بانك زخمه وصل للسحاب، ما كانش فيه مفر لفينس مكمان غير انه لازم في ماني ان ذا بانك بانك يطلع من بلده بطل عظيم خرافي بينه وبين جون سينا. بانك بيعمل جي تي اس لسينا، وبانك بطل للعالم. عشان ياخد بانك اللقب ويختفي بين الجمهور. وفي عرض الرو بانك بيرجع ويتحدى سينا لنزال توحيد ألقاب في السمر سلام، وبعد عداوة للتاريخ شفنا فيها عظمة على المايك. بانك قدر يكسب سينا في سمر سلام بعد نزال لا يقل عظمة عن نزالهم الأول، وفاز بانك بالنزال وبقى بطل العالم. لكن ألبرتو دي ريو صرف الشنطة عليه بمساعدة من كيفن ناش. ألبرتو يسرق اللقب من بانك عشان بعدها بانك يدخل العداوة اللي كانت سبب رحيله بعد كده عن الشركة. بانك خرج عن السيطرة وتحدى السلطة. الجمهور الوقت ده كان بيعشق حاجة اسمها سي ام بانك. بانك دخل في عداوة مع تريبل اتش، عداوة كانت عظيمة وانتهت بنزال بينهم في النايت اوف تشامبيونز. انتهى بفوز اتش، ونتيجة النزال ده
قادرة تبين لك ازاي تريبل اتش كان شايف بانك وبيتعامل معاه حتى بكل اللي بانك بيعمله. اتش عمره ما حب بانك، لان لما تتصادم شخصية واحد متمرد بشخصية واحد هو في الاساس مع السلطة ومتملق ليها، فدي هتكون النتيجة. عداوتهم كانت في الحلبة فعلا، لكنها ورا الكواليس كانت اكبر بكتير من الحلبة. بانك واتش عمرهم ما اتفقوا، عشان كده قلتلك العداوة دي هتبقى سبب نهاية بانك في WWE. كل بروموهاتهم كانت حقيقية، كلام بانك عن اتش كان حقيقي، وكلام اتش عن بانك كان برضه حقيقي. لكن بانك دلوقتي مش همه اتش، اللي هم بانك هي حاجة أكبر بكتير، وهو لقب الاتحاد. بانك كسب اللقب من ألبرتو في السيريس، ومن هنا بدأ التاريخ. بانك قدم الفترة الأسطورية 434 يوم مع لقب الاتحاد، قدم نزالات عظيمة مع كريس جيريكو، وفضل فيز فترة قبل ما يقلب هيل ويتحالف مع الأب الروحي ليه بول هيمن، والاتنين قدموا تاريخ، أفضل فترة حمل لقب في تاريخ WWE. عداوة عظيمة مع سينا بنزالات أعظم، نزالهم في النايت اوف تشامبيونز ده أسطوري ومظلوم جدا. عداوة مع راي باك أظهرت راي باك بشكل قوي حتى بعد خسارته. عداوة مع دانيال براين كانت روعة. بانك كان فايتنج تشامبيون، بانك مع اللقب. وفي الطريق بانك اقترح للإدارة تصعيد 3 شباب من ال NXT البراند اللي كان لسه بيبدأ ساعتها، يبقوا معاه ويساعدوه يحتفظ باللقب ويبقوا درع ليه. والتلاتة دول هما سيس رولينز، دين أمبرز، وكاسيس أونو. الإدارة وافقت على الاتنين ما عدا أونو واستبدلوه برومان رينز. عملوا الديبيو بتاعهم في سرفايفر سيريس 2012 وساعدوا بانك على الاحتفاظ بلقبه. بانك وصل ل 400 يوم باللقب، لكن المحطة القادمة ليه هي ذا روك. عداوة تاريخية ومن أفضل عداوات بانك، الاتنين ممتعين على المايك والكره بينهم حقيقي بالمناسبة، وتحدد بينهم النزال في الرامبل. وفي الرامبل فاز بانك بالنزال واستمر بلقب الاتحاد. لأ، فينس مكمان دخل وأعلن فوز روك، لكن روك رفض وطلب استكمال النزال وإعادته. وبعد روك باتم من ذا روك ينهي فترة بانك التاريخية مع اللقب في قرار غبي كل الهدف منه تكرار نزال روك وسينا مرة تانية. لكن لسه في فرصة. بانك ما استسلمش وطلب نزال إعادة في التشامبر على اللقب، وبعد نزال حلو بين الاتنين بانك بيفشل في الفوز عشان يتبخر حلم بانك في تصدر الريسلمانيا. لكن لأ، لسه في أمل. بانك اتحدى سينا في نزال على فرصة لمواجهة الروك في المانيا 29، لكن للأسف سينا فاز. بانك حاول وطلب كتير من الإدارة إنه يضاف تالت في نزال سينا وروك، لكن الإدارة رفضت، وده دليل كمان على تعامل الإدارة السيء مع بانك، عشان بانك يتوه في الطريق للمانيا 29 ويبقى ملوش أي خصم. بالطريقة دي أعلن بانك تحديه للظاهرة ذا أندرتيكر صاحب الاستريك في الريسلمانيا 29. الاتنين قدموا عظمة، استغلال رهيب وغير إنساني لموت بول بيرر. بانك كان أول إنسان يعمل المايند جيمز على تيكر. وفي المانيا 29 الاتنين قدموا عظمة، نزال عظيم ومتكامل لأبعد الحدود وختام مثالي للعداوة بينهم، وكان هو أفضل نزالات المانيا 29. لكن للأسف انتهى النزال بفوز تيكر، وده يبين لك أكتر إن الإدارة عمرها ما شافت بانك مين ايفنتر. غاب بانك لكنه رجع في موسم الماني ان ذا بانك وأعلن دخوله النزال، وكان قريب جدا من الفوز، لكن بخيانة بول هيمن ليه بانك يخسر النزال، عشان بعدها في الرو بانك يبقى هيهاجم هيمن. لكن فجأة بروك ليزنر يهاجم بانك، وتبان المحطة الجديدة، الوحش بروك ليزنر ضد الأفضل في العالم سي ام بانك. ذا بيست فيرسز ذا بيست سامر سلام 2013. وبعد عداوة جميلة بينهم بانك ادى لبروك احسن نزال ليه من بعد عودته للشركة في 2012، ولحد دلوقتي والله نزال خفيف وسلس صعب اي حد يقدمه مع بروك الكسول في الحلبة، لكن بانك قدر يقدم النزال ده. بانك كمل كده لحد ما دخلنا 2014. بانك اعلن دخول الرامبل ومن الرقم 1. بانك كان متخطط له انه يفوز بالرامبل السنة دي، وبانك قدم اداء عظيم في الرامبل.
لكن ما كانش متوقع اللي هيحصل له بعد كده. بانك دخل الكواليس متعصب وزعق في اتش ومكمان وهدد انه هيسيب الشركة ولما حاجته ومشى من القاعة عشان بعدها يغيب بانك، واستمر غيابه حتى في بلده شيكاغو. دخل بول هيمن بأغنية بانك لكن بعدم دخول بانك، وفي جواز بانك من ايجي لي الشركة بتبعت لبانك جواب طرده من الاتحاد. سي ام بانك خارج ال WWE لحاكم على حقوق الملكية وحاجات فضلت مستمرة لسنين. بانك ما طلعش منها كسبان اي حاجة. وفي بودكاست مع كولت كابانا بانك من الاخر بيسب لكل حد في ال WWE وفضح الشركة، الشيء اللي ادى القضايا بين الشركة وبانك وكابانا انتهت بخسارة بانك وكابانا، وحصل بينهم خلاف خلى الصحاب يخسروا بعض عشان بانك وبعد تجربة فاشلة في اليو اف سي بيغيب عن الانظار لمدة 7 سنين. بانك رجع في الاي اي دبليو الاتحاد الجديد اللي كان لسه بادئ. بانك رجع والكل قال خلاص بانك رجع بدون مشاكل، لكن مين ده اللي بدون مشاكل؟ بانك عمل مشاكل مع البوكس وكيني اوميجا والإليت كلهم. اضطرت الشركة تعمل له عرض كوليجن ليه لوحده، لكن مع كل ده بانك قدم عداوة مش عظيمة بس، دي عداوة هتتسجل في كتب التاريخ ضد MJF. العداوة كانت عاطفية لأبعد الحدود. ماكسويل اللي قدوته بانك، بس قدوته ده سابه من 7 سنين ومرجعش تاني. سيناريو عالمي وتنفذ بأقصى درجات الاحترافية والإتقان من الاتنين اللي كانوا بيفشخوا بعض أسبوعيا على المايك، والدنيا فضلت كده لحد ما وصلنا لأول أوت. بانك في الكواليس بيتخانق مع جاك بيري خناقة كبيرة. برول أوت حصلت وتبعاتها أدت إن توني خان يطلع في فيديو يعلن فيه إن سي ام بانك مطرود من ال AEW. بانك اتطرد تاني والكل خلاص فقد الأمل في بانك اللي كل يوم سنه بيكبر ولياقته بتقل. بانك فضل غايب لمدة 2 شهرين. وفي العالم الموازي ال WWE كانت في مرحلة تجديد. فينس مكمان عراب المصارعة مشى، وتريبل اتش هو اللي مسك الحكم مع إدارة جديدة اسمها TKO. وفي عرض سيرفايفر سيريس في شيكاغو النزال خلص، العرض بيقفل وخلاص. بانك مستحيل يرجع تاني لل WWE. بانك رجع بيته. بانك رجع بروح مختلفة، أقل تمرد وأكتر خبرة. بانك فعلا رجع، أصبح في عرض الرو وضمن الروستر. في أول برومو البانك في الرو يقطعوا المصارع اللي لقى على بانك زمان، والاتنين بعد ما كانوا أكتر صحاب وبانك كان بيعامله كأنه المنتور بتاعه بقوا أعداء. المصارع ده هو سيس فريكن رولينز. قدموا برومو خطير وأعلن بانك في البرومو ده دخوله الرويال رامبل، لكن في الرامبل حصلت الكارثة. إصابة البانك، لكن رب ضرة النافعة. بانك دخل في عداوة أسطورية تاريخية عظيمة مع درو ماكنتاير. عداوة فيها كل حاجة، عاطفة، بروموهات ونزالات. قدموا نزال جيد في السمر سلام اللي شهد أول عودة البانك في نزال فردي في ال WWE، وبعدها نزال ممتاز في برلين من نوع ستراب ماتش، ومن ثم نزال أسطوري وأفضل نزال هيل سيل في التاريخ في باد بلود انتهى بفوز بانك عشان يفضى بانك للعداوة الأهم والمنتظرة مع سيس فريكن رولينز. اتحدد بينهم النزال في الرو نتفليكس 6 يناير. نزال ممتاز بين الاتنين انتهى بفوز بانك اللي أعلن بعدها دخوله الرويال رامبل بهدف واحد، وهو مين ايفنت ريسل مانيا. خسر بانك الرامبل لكنه ما استسلمش واعلن دخوله إليمينيشن تشامبر من اجل المين ايفنت، لكن بعد تدخل من سيس وعلى ايد رفيق روحه جون سينا على حد وصف سينا ليه، بانك بيغمى عليه عشان تنتهي اخر ذرة امل لبانك في تصدر للمنيا. لكن لا، دخل في عداوة مع سيس ورومان. وفي عرض سماك داون
تتعمل فقرة توقيع العقد اللي رسميا أعلنت إن You're closing the show at WrestleMania. You are a WrestleMania main eventer. بانك رسميا في مين ايفنت الريسلمانيا. حلم كل الجيل بتاعنا اتحقق، بطل الطفولة رجع وحقق حلمه أخيرا، وفي ريسلمانيا 41 حدث التاريخ. I don't smoke. I don't do drugs. I'm straight edge. My name, Punk. My playground. My fire has always been burning. بانك ورومان وسيث قدموا عظمة، نزال متكامل لأبعد الحدود. أظهر فيه رومان وسيث بانك بشكل خرافي، لكن للأسف انتهى النزال بفوز سيث بعد خيانة هيمن لبانك ورومان. لكن لو سيث فاز فبانك أنهى القصة. بانك is the WrestleMania main eventer، حلم طفل شيكاغو وبطلها اللي عافر سنين وتعب ومشى وعمل كل حاجة عشان يحقق حلمه، أخيرا اتحقق.